اهلا بيكم في حلقه جديده ومعانا النهارده خدعه جديده ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبتدي ونروح للخدعه بتاعتنا احب افكركم ان انا سايب لكم لينك موقعنا على سو.كوم للي حابب يشتري ادوات الماجيك او اي حاجه هو عايزها. ويلا بينا نبتدي حلقتنا. في البدايه هنطلب من الشخص اللي احنا بنلعب معاه خدعه انه يقلب الكوتشينه بالطريقه اللي هو عايزها علشان يتاكد ان الكوتشينه ما فيهاش اي ترتيب. وبعدين هنطلب منه انه يسحب اي ورقه، فلنفترض سحب الورقه دي. هنطلب منه ان هو يشوفها واحنا مش عايزين نعرف بالظبط هي ايه، بس خلونا نشوفها علشان نكمل الخدعه. عندنا هنا رقم 1. هناخد الورقة منه وهنحطها في وسط الكوتشينة، وبعدين هنبتدي نقسم الكوتشينة علشان نتأكد ان الورقة ضاعت في وسط الكوتشينة. وبعدين هنبتدي ناخد جزء من فوق نعدله وجزء من تحت نقلبه شوية فوق وهنعدلهم شوية تحت علشان نتأكد ان الكوتشينة كلها بتواريع عشوائية. كده جزء فوق وجزء تحت، جزء فوق وجزء تحت. كده الكوتشينة كلها بقت حاجات عشوائية، شوية فوق وشوية تحت، شوية فوق وشوية تحت. وبعدين هنقول له حط ايدك على الورق وتخيل الورقة اللي انت اخترتها كانت ايه. الورقة اللي هو اختارها كانت رقم 1. بعدين هنطلب منه انه يحوش ايده من على الورق ونقول له ابتدي قلب في الورق. هتكتشف ان الورقة بتاعتك هي الورقة الوحيدة المقلوبة في وسط الكوتشينة، رغم ان احنا قلبنا الكوتشينة كلها وكل الورق كان فعلا ورق عشوائي، جزء فوق وجزء تحت. كده ما عندناش غير ورقة واحدة بس هي اللي مقلوبة. الورقة بتاعتنا هنا هي الواحد. دي كانت الخدعة بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم ويلا بينا نروح على الشرح. خدعتنا النهاردة قوية جدا وفي نفس الوقت بسيطة جدا وممكن اي حد ينفذها. كل اللي احنا محتاجين نعمله في البداية ان احنا هنطبق الورق بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، بحيث ان يبقى فيه انبعاج بسيط بالشكل ده. تمام، دي اول خطوة لازم نعملها. وبعدين عايز يقلب الكوتشينة يقلبها براحته، كده كده الكوتشينة بتاعتنا مفيهاش اي ترتيب، بس نبقى حريصين ان يبقى فيه انحناء بسيط في الورق بالشكل ده. وبعدين هنطلب منه فعلا ان هو يسحب اي ورقة من الكوتشينة، فلنفترض سحب الورقة دي. عندنا هنا 5 قلب، احنا فعلا مش بنشوفها، بس واحنا بناخدها منه بالشكل ده هنحطها في وسط الكوتشينة كده. وبعدين هنضغط عليها بالشكل ده بحيث انها تبقى عاملة فراغ. هناخد اول جزء من فوق هنرفعه بالشكل ده وهنحط صابعنا الصغير بريك كده. كده يبقى 5 بتاعتنا هنا وفي بريك محطوط هنا. مرة كمان هنطلب منه ان هو يسحب اي ورقة هناخدها. هناخد الورقة جوكر هنحطها في وسط الكوتشينة بالشكل ده، واحنا بندخلها في وسط الكوتشينة هنضغط عليها لتحت بحيث انها تبقى عاملة فراغ. هناخد كل الورق اللي فوقيه وهنحط بريك صابعنا الصغير ده تحت الورق. كده يبقى عندنا بريك الورقة اللي هو اختارها تحت صابعنا هنا. هنبتدي نقسم الكوتشينة بالشكل ده، 1 صابعنا هنا، 2 صابعنا هنا، و3 هنحط الورق كله هنا. كده الورقة بتاعتنا بقيت أول ورقة فوق واللي هي الجوكر. ندخل بقى على تاني مرحلة، ازاي نوصل الجوكر ده آخر ورقة تحت. كل اللي هنعمله ان احنا هناخد أول ورقة بالشكل ده ونبتدي نقلب كده. كده الورقة بتاعتنا تحول مكانها من فوق لتحت. وبعدين هنبتدي ناخد جزء من الورق من فوق وجزء من تحت، جزء نقلبه كده وجزء نقلبه كده. خلي بالنا واحنا بنعمل الحركة دي كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنخلي نص الكوتشينة وشه معدول كده ونص الكوتشينة التاني وشه معدول كده. يعني احنا هناخد جزء كده وناخد جزء كده. في النهاية هنكتشف ان نص الكوتشينة وشها معدول الناحية دي ونص الكوتشينة التاني وشها معدول الناحية دي. بعدين هناخد جزء كده وجزء كده، جزء كده وجزء كده، لحد ما نوصل لآخر ورقة عندنا هنا اللي هي أساسا الجوكر. آخر ورقة واللي هي أساسا الشخص اختارها هناخدها هنحطها أول ورقة وشها مقلوب كده. وبعدين هنقوله كده عندنا كل الورق عشوائي، جزء فوق وجزء تحت، جزء فوق وجزء تحت، جزء فوق وجزء تحت. في الحقيقة كل اللي حصل في الكوتشينة دي ان احنا عندنا هنا فراغ بسبب الانحناء اللي احنا عملناه في الكوتشينة. فاحنا هنوري الشخص اللي قدامنا ان كل الكروت عشوائية
اول ما نوصل عند الانحناء الفراغ اللي احنا عاملينه ده، هناخد الجزء ده من الكوتشينه بالشكل ده، هنقول له جزء فوق وجزء تحت، وبعدين هنلف ايدينا بالطريقه دي وهنحط بقيه الكوتشينه كده. واحنا بنلف ايدينا بالطريقه دي هيبقى عندنا الجوكر هو الوحيد اللي مقلوب. تاني عندنا هنا كارت جوكر بس هو اللي مقلوب، هنقول له جزء فوق وجزء تحت. اول ما نوصل عند الانحناء ده هنقول له جزء فوق، ما نرجعش الورق بالطريقه دي، لا هنتنيه بالطريقه دي وهنحط بقيه الورق كده. بالحركه اللي عملناها دي احنا رجعنا كل الورق اتجاهه لفوق، ما عدا الكارت الوحيد اللي كان مقلوب، وهو الكارت اللي الشخص اختاره اللي هو اساسا الجوكر. دي كانت الخدعة بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتشتركوا في القناة. ما تنسوش كمان ان اجمل كومنت هيظهر معانا الحلقة اللي جاية، فاستنونا الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.